بالنسبة للعمرة، في مشايخ أجازوا أكتر من عمرة في السفرة الواحدة، ومشايخ تانية قالوا لأ، هي السفرة بعمرة واحدة. طيب إيه الصح في الموضوع ده؟ أنا سألت شيخ هناك، قلت له ممكن أعمل عمرة تانية بالنية إن أنا أعملها عن والدي؟ قال لي يجوز. هو مش مستحب في السفرة الواحدة أكتر من عمرة، لكن يجوز. ومفيش آية قرآنية أو نص حديث ذكر فيه إنه حرام المعتمر يعمل أكتر من عمرة في السفرة الواحدة. ويروح مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اللي هو التنعيم، ويحرم ويصلي ركعتين، ويتوضى ويصلي ركعتين سنة الوضوء، ويتوجه بعمرة تانية بنية عن فلان. مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة، عشان ده اللي بيسموه تنعيم، عشان نحرم منه إحرام لعمرة تانية بإذن الله. وننوي الإحرام ونقول لبيك اللهم عمرة عن نفسي أو عن فلان، ونذكر الاسم ونتوجه للحرم، وربنا يتقبل بإذن الله. هما لما بيفتوا ان هي او بيقولوا ان هو مش مستحب غير عمرة واحدة عشان الزحام، يعني توفر مكان لمعتمر اخر وكل واحد يعمل عمرة واحدة وخلاص، علشان يعني ايه الزحام في المكان والتكدس والناس ما تبقاش على بعضها وتأذي بعضها. لكن غير كده هو يجوز ومفيش اي مشاكل خالص من انك تعمل اكتر من عمرة في السفرة الواحدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. ولو قادر بين العمرة والتانية قد ايه؟ لو دقيقة. الشيخ قال لو دقيقة واحدة بين العمرتين بس، انت قدر اعمل عمرتين ورا بعض. اللي يقدر، اللي ربنا يديله السعة ويديله مقدرة انه يعمل اكتر من عمرة، يعمل اكتر من عمرة في السفرة الواحدة. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك. الحمد لله عقدنا النية في مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وتوجهنا للحرم وتوضينا، ومتوجهة دلوقتي في صحن الكعبة إن شاء الله لعمرة أخرى. العمرة دي العمرة التانية ليا في السفرة دي، أول رجب، النهاردة أول رجب. ربنا يتقبلها يا رب، بوهبها لوالدي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، ويغفر لكل موتى المسلمين، امين يا رب العالمين، ويتقبلها مني يا رب وتوصلوا على خير، امين. دي العمره الرابعه ليا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تميت العمره على خير ووهبتها لابويا، يا رب توصلوا بألف سلامه يا رب. العمره دلوقتي جميله، الساعه دلوقتي داخله على واحده ما شاء الله، رايقه، الحرم اهو كله ومصليين وكل الدنيا رايقه وجميله. انا عملتها في الزحمه، يعني انا خلصتها والدنيا راقت بعد كده، فاللي عاوز ينزل، انا نزلت الساعه 10، اللي عاوز ينزل العمره
الافضل ينزل من بعد 12 وما ينزلش برضو قبل الفجر مباشر لانها هتبقى زحمه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يرزقكم الزياره ويرزق كل مشتاق الزياره يا رب وييسرها عليكم. ربنا يتقبل مننا يا رب، امين يا رب العالمين.